بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. النهاردة طبعا فريق الزمالك استأنف تدريباته. يمكن مستر كريستيان جروس أظهر العين الحمراء للعيبة. عمل معهم اجتماع النهاردة. الاجتماع طبعا كان ساخن جدا جدا، يعني الراجل اتكلم عن الأخطاء اللي حصلت في مباراة سيراميكا كليوباترا، مش عاجبه أداء بعض اللاعبين. اتكلم عن الخط الدفاعي والأخطاء الدفاعية. اتكلم عن الخط الهجومي برضك وعدم الفاعلية قدام مرمى الفريق المنافس، وقال ان هو اي لعيب هيأثر شكرا مش هيكون لي مكان ما بين صفوف الفريق، وان العبرة بالاداء في الملعب والعبرة في الجدية في التدريبات، وان في بعض الدلع او يعني في لعيبة ما ظهرتش بالمستوى بتاعها، وان لازم كله يراجع نفسه، وان الزمالك نادي بطولات، وان هو جاي عشان ينافس على البطولات واهمها بطولة الدوري العام، وان الزمالك ضيع فرصة كبيرة جدا جدا ان هو يعتلي القمة. مستر جوميز يعني كان متنرفز النهارده. ما كانش طبعا يعني رغم ما كانش عاجبه طبعا الاداء امبارح من بعض اللعيبه، مش كل اللعيبه طبعا، في بعض اللعيبه يعني عليها علامات استفهام. مصطفى شلبي، دونجا، حسام عبد المجيد، يعني سيف الدين الجزيري، بعض اللعيبه عليها بعض الملاحظات. نخش بقى على صفقة زيزو أو تجديد عقد زيزو. أعتقد الموضوع كل يوم بيقرب أكتر. طبعا هو فاضل 11 يوم على إن زيزو ممكن يوقع لأي نادي تاني آخر. والد زيزو محتاج إن هو يقعد مع مجلس إدارة ويخلص. قلنا اللي بيعيق المفاوضات والد زيزو، ومطالبه كتيرة، مطالبه ما بتخلص. زيزو لا يملك من أمره شيء، يعني كل شيء في ايد والده، هو اللي في ايده كل حاجة، هو اللي هو هيخلص، هو اللي هيتفق. فالموضوع كله دلوقتي في ايد والد زيزو عشان نخلص من القصة دي. المفروض ان خلال الايام الجاية او خلال الساعات القادمة زيزو يوقع رسميا لنادي الزمالك. ممدوح عباس هيتبرع، هيتبرع طبعا جزء كبير جدا من الراتب بتاعه، بعض رجال الاعمال. هما القصة كلها في مقدم العقد. مقدم العقد ووالد زيزو عايز حوالي، مقدم العقد حوالي عايز 50%. يعني لو هيدوله 70 مليون، يعني عايز حوالي 35 مليون جنيه مقدم عقد لزيزو عشان يوقع رسميا لمدة موسمين، بخلاف الموسم ده يعني يبقى موسمين ونص. مدة عقد زيزو هتبقى موسمين ونص، نص موسم اللي هم الست شهور ده هيعتبر بقى كعقد جديد، وموسمين تانيين. ممدوح عباس طبعا بيشير ان في صفقة تمت، وفي صفقة ممدوح عباس يعني في كلام بيتقال ان هو بيرسي تاو لاعب الجنوب افريقي. طبعا معروف ان بيرسي تاو مشاكله مع النادي الاهلي، وبيحاول يفسخ عقده في يناير. لو فسخ عقده في يناير هيكون مكانه نادي الزمالك، ومرحب ان هو يجي نادي الزمالك. اتقال ان في قعدة تمت ما بينه وبين ممدوح عباس. في كلام تاني ان في لعيب من نادي بيراميدز، نجم كبير موجود برضك، ممدوح عباس قعد معاه وخلص معاه. هنشوف خلال الايام الجايه دي المفاجاه ايه، وان كان المنتظر يعني ان تكون الصفقه دي هتكون في الصيف، ما مش هتكون في يناير القادم. يعني لو اللعيب اللي في دماغنا لو بيراميدز طبعا شارك، فمش هينفع يلعب مع نادي الزمالك في الكونفدراليه. بيرسي تاو نفس الشيء برضك، لعب مع النادي الاهلي في بطوله افريقيا، مش هينفع يلعب برضك في الكونفدراليه. ولكن ممكن على الصيف الجاي تكون الصفقة دي موجودة. كويس إن ممدوح عباس بدأ يتحرك ويشوف صفقات ويساند ويدعم جروس. المرحلة الجاية محتاجة تكاتف في الجميع، محتاجة بقى نبعد شوية عن الشائعات. يعني شايفين النادي الأهلي وبيحصل في النادي الأهلي، النادي الأهلي يبقى أصبح مشاع للجميع الآن، لكل الأخبار النادي الأهلي طالعة بره، لدرجة إن محمود الخطيب عمل اجتماع النهاردة مع اللعيبة واتكلم معاهم على كل القصص والمواويل اللي هي بتحصل دي. نتمنى استقرار لنادي الزمالك في الفترة الجاية عشان يقدر ان هو يركز اكتر ويعوض في المباريات القادمة، ويعود لمكانه الاساسي في قمة الدوري. شكرا.